متوقعة والله متوقعة، وانا متوقع هناك الخمسة. هاي هذا التوقع شوفه. ليش؟ لان اذا عندك قائد الفريق يخطأ هيك اخطاء مال لاعب مبتدئ، فاقرا على المباراة السلام. واللي حاكيني يقول لي انت قلت بالشوط الثاني قادرين نرجع. يا حبيبي انا قلت بسبب خوف النرويج كانت خايفة من عندك، مو مسلمتك المباراة، قالت لك بس تعال حقق نتيجة ايجابية على ظهري. بس شنو الفائدة؟ ما استفادينا منها. تبديلات الشوط الثاني هواي علامات استفهام. مصطفى سعدون هسه نازل اللاعب مالتك ما تعرف تراقبه، ويروح يفلت من عندك ويرتقي براحته ويسجل. عجيب والله العظيم عجيب. حرامات والله العظيم، يعني مباراة كانت بليد. على العموم هارد لك، وان شاء الله عندنا مباراتين ولو صعبات، بس ان شاء الله نأمن نفسنا ونقول نقدر. عاجل وصدمة. اي نعم، صدمة لكل العراقيين. منتخبنا الوطني العراقي يخسر من نظيره النرويجي ب4-1، والسبب الاول والاخير هو جلال حسن حارس منتخبنا وكابتن منتخب. سيدنا نعطيك ايام للاخير، انت بعد لا تفيد شو لا طبوخ. اي كبرت بعد انت. عوف عرين اسود الرافدين. اليوم العرين استقبل 4 اهداف كله من وراك وكل منا هالاند. بلو شحج ما تقول شحج ابكي. لا متوقعه، هي متوقعه 4-1. زين يلا شايف سوي هارد لكم. ولعبتوا ولعب حلو بالشوط الاول، ولكن الشوط الثاني طيتوها. اترك التعليق لكم. يعني ايمن حسين قال شلون هالاند يسجل هدفين وانا مسجل هدف واحد؟ دي يريد ينافس هالاند ومبابي على هدافين كاس العالم، سجل عليهم وسجل علينا. شنو هاي عجاب وغارب كرة القدم؟ منتخبنا سجلت فيديو سويت قلت 3-1 خسرنا، اجي الهدف الرابع ماكو. احنا يعني نفتح ونقفل. استحي. لا احنا صراحة منتخبنا سوى كارثة على كرة القدم، دمر شيء اسمه كرة القدم. ماكو متعة بعد ماكو. اني نومتي عفتها، مسؤوليات عندنا باكر دوام. تعرفوا شو السبب اللي خلى المنتخب العراقي يصير أول منتخب آسيوي بيتعرض لخسارة في هذا المونديال، مع أنه قدم شوط أول تفوق فيه أداء على معظم المنتخبات العربية والآسيوية، ولكن وبكل بساطة المجاملة. قبل كأس العالم نبهنا بأنه قائمة المنتخب العراقي هي أكثر قائمة مليئة بالمجاملات فعليا. شو السبب؟ عشان لاعب ولا لاعبين تخرب فرحة شعب كامل. هتحكي لي يا محمد لا تبالغ، العراق وقع بمجموعة صعبة وما عنده الخبرة فأكيد يخسر من ال3 منتخبات الموجودة معه بالمجموعة. لا والله هذا كلامي الشخصي الانهزامي. ارجع للشوط الاول، العراق قدم واحد من افضل الاشواط في المونديال كامل. متخيلين ان النرويج ما كانت قادره تمارس كره القدم بطريقه طبيعيه بسبب ضغط العراق، بسبب هجمات العراق الخطيره والمنظمه. النرويج سجل الهدف الاول بعد ما العراق فقد شوي توازنه بالدفاع، ولكن العراق ما انهزت شخصيته، بالعكس سجل التعادل وكان قريب من الثاني والثالث لحد ما حصل هذا الخطا. حاولت اجي التبرير لجلال حسن، يا اخي رجل عملاق وسريع مثل هالاند منطلق على الكره والكره بطيئه، انت عم ترجع ليش؟ طيب سامحناك على الهدف الثاني. الهدف الثالث والرابع معروف النرويج هو اطول منتخب موجود في كأس العالم، مفروض انت تساعدهم في الكرات العالية وتطلع من مرماك، ولكن شو سويت؟ طيب مش بس مشكلة جلال حسن بل ايضا مشكلة مدرب. واضح العراق ما لهم متدربين على طريقة ايقاف النرويج في الكرات العالية. شوف المغرب لما واجهوا النرويج حدوا تماما من خطورتهم في الكرات العالية، مع انه كمتوسط طول المنتخب العراقي اطول من لاعبين المنتخب المغربي. ضد بوليفيا احمد باسل كان احد اهم اسباب تأهلك لكأس العالم، فجأة هو بالدكة وجلال حسن اساسي. انا ما راح احكي كثير عن اختيارات اللاعبين لانه هذا المنظر بيشرح كل شيء فعليا. الواحد بيزعل انه العراق فعلا كانت قادره تفوز على النرويج، ولكن الشوط الثاني مخيب للامال، ممكن بسبب الاخطاء الفرديه اثرت، ممكن بسبب تراجع العمل البدني. الان عندك فرنسا والسنغال حتى اصعب من النرويج. هاردك للعراق، في كثير لاعبين بيستحقوا الانصاف بصراحه، اولهم ايمن حسين اللي استطاع يسجل هذه الكره من بين 3 عمالقه. حسبي الله عليكم يا احفاد الفايكنج. هارد لك العراق خسارة المباراة، والف مبروك للعراق انهم خرجوا من الملعب سليمين، ما حد طلع مفقوش ولا بدون كلية ولا شيء زي كذا. لا تغركم النتيجة والله ظالمة يا اخوان، ترى العراق والله قدموا مستوى كويس. المباراة بدأت بسرعة وكانت مفتوحة، ما في احد مقفل دفاع، وهالاند يخطف الهدف الاول ويجي التعويض برأسية من ايمن، رأسية ضد النرويج. انت متخيل؟ والله طار يا اخوان، طار ما شاء الله. ارتقاء زي كذا خطير، هذا لازم تتاكد قبلها من حاله الطقس، في عواصف في شيء، تتاكد من الخطوط في رحلات في نفس مسارك، لانك انت ما شاء الله قاعد تضيقهم فوق. يرجع ذا الملسوع يسجل الهدف الثاني، ضغط على الدفاع والحارس وبالفعل غلطوا وسجل هدف، يعني اكيد حيغلطوا اكيد. تخيل هذا يجري عليك، تخيل والله لا اشرد من الملعب.
قبل نهايه الشوط الاول العراق تضغط بطريقه مرعبه، الهجمه هذه تخيل انها ضاعت، تخيل قدر المدافع يلحق المهاجم، طبعا النرويجي خطوه واحده زي 4 خطوات من العراقي ما شاء الله. انتهى الشوط الاول بنتيجه 2-1، لسه نقدر نعوض في الشوط الثاني، في امل. ما تتمل والله، كانوا مقدمين مستوى خرافي الين الدقيقه 76 جاء الهدف الثالث للنرويج من ركنيه، خلاص هجت. عشان تفهم بس قديش هذول عمالقه ما شاء الله. الهدف الرابع للنرويج لاعبهم ارتقى على مدافعين من العراق والحارس طالع بيده وارتقى عليهم كلهم. جمهورهم طول المباراه شغالين تجديف. احنا في اليابسه يا بلو يشدف وقال لك فايكنج وكذا، عارفين انكم من الفايكنج والله عارفين، انت بالذات كلنا متاكدين، لانه اكثر من واحد لما يقابلوا يسالوا عن ريحته، بس مو ريحه العطر ابدا، وهذا يثبت انك فايكنج. هارد لك لمنتخب العراق، ان شاء الله تعوضوا في الجايات، يعني مع انه مجموعتكم هذه والله مصيبه. انا لو عارف اني متاهل لكاس العالم في المجموعه دي بعتذر، بقول لهم عندي مشاوير. لايك فولو شير، تعالوا اصفر الباقي يا اخوان، دائما متواجد هناك، صلوا على النبي، سلام عليكم. والله يا اخي الواحد ما عارف يبدا منين، بس كل مره بيبقى فيها خساره لمنتخب عربي بيبقى هو الافضل في الشوط الاول دايما. شوف هدف ايمن حسين بعد ما عمل ارتقاء ولا اجمل في الشوط الاول وعادل النتيجه لمنتخب العراق، ده ارتقاء تاريخي لانه وسط ناطحات سحاب لعيبه النرويج دول مش لعيبه كوره، ولكن دي اللقطه اللي خلصت المباراه واحبطت لعيبه العراق. عم جلال حسن، انت فاكر اللي جاي عليك ده مهاجم هاوي؟ انت فاكر ان انت لما تستنى الكوره هو مش هيلحقها؟ ده برجله 2 متر يا معلم. ولولا سوء الحظ في كوره اكام هاشم دي اللي للاسف كلنا افتكرناها جون في نهايه الشوط الاول كانت هترجع المنتخب العراقي تاني، ولكن عدم التركيز واليأس خلى المنتخب العراقي يستقبل الثالث والرابع كمان في نهايه اللقاء. اما بلاش عصام الشوالي يعلق على المنتخبات العربيه تاني طالما الموضوع بيمشي كده، يعني 5 مع تونس و4 مع العراق، اكيد مش صدفه. للاسف خساره العراق 4-1 من النرويج، مع ان العراق كانت عامله ماتش حلو بالذات الشوط الاول لحد الجون الثاني بتاع النرويج اللي كان غلطه من الحارس والمدافع. قدامك واحد زي هالاند من نص فرصه بيجيب جون، المدافع بيلعب الكره للحارس بالراحه والحارس واقف مستني الكوره، ما طبيعي هالاند مش هيقف يتفرج عليك وهيجيبها جون. والجون الثالث اللي هالاند كان المفروض فول عليه في الركنيه، بس الحكم تقريبا خاف يلغيه بسبب هالاند اللي هيعمل له حاجه. العراق النهارده كانت قادره انها تتعادل لولا الغلطات اللي ملهاش لازمه، يعني اول ما جابوا جون التعادل حسيت بتفاؤل كده وامل بعد رأسيه ولا اروع من ايمن حسين، قلت بس يمكن فيها، بس الحيوان اللي اسمه هالاند وسورلوس دول صعبين برضه. هارد لك. مع الأسف الشديد خسارة المنتخب العراقي أمام النرويج بنتيجة 4-1، كان بالإمكان أفضل مما كان قريب المنتخب العراقي بعد تسجيله هدف التعادل أن يقلب الطاولة على النرويج، ولكن هذه هي كرة القدم. استطاع منتخب النرويج بعامل الخبرة والمهارات الفنية أن يحرزوا التقدم من جديد وأن يسجلوا العديد من الأهداف لتنتهي المباراة بانتصار النرويج بنتيجة 4-1. طبعا تاريخيا المنتخب العراقي لعب 4 مباريات في كأس العالم، 4 خسارات. ما زال يبحث المنتخب العراقي عن أول نقطة له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم. تتوقعون في الجولات القادمة يتمكن المنتخب العراقي على أقل تقدير التعادل أمام فرنسا أو السنغال؟ اكتبوا لي بتعليقات، ولا تنسوني من الفولو واللايك والدعم. تحياتي لكم. تاني فريق عربي للأسف بيخرج بهزيمة في المونديال، منتخب العراق بيخسر من النرويج بنتيجة 4-1، وأول مباراة للحيوان النرويجي إيرلينج هالاند الحلوف في القطار النرويجي بيسجل هدفين وبيصنع هدف. إيرلينج هالاند اون فاير، الحصان الأسود النرويج في البطولة. العراق للأسف نتيجة قاسية ونتيجة تقيلة عليها بعد فضيحة تونس من السويد بنتيجة 5، العراق بتخسر بنتيجة 4. ربنا يكرم العرب في اللي جاي، وإن شاء الله نفرح بمنتخباتنا العربية وكلنا في ظهر الجزائر قدام الأرجنتين. حارس المنتخب العراقي شاف هالاند داخل عليه كده وش يتلبك كده ويخاف كده وهي الكوره جايه له كده وهو داخل عليه. هالاند ما يعنيش غير كده، يعني قرب للكوره وطلع. انت بتاخر ليه كده؟ اللاعب تتاخر قدامه كده، خطا يجي في وقت مش تمام خالص، لان العراق كان هو اللي ماسك الكوره وهو الاقرب لتسجيل الهدف الثاني وليس النرويج. فالاخطاء دي يا جماعه هي اللي بتحرمنا في الاخر من الفرحه الجميله دي. مع الاسف الشوط الاول اللي المنتخب العراقي عمله قدام المنتخب النرويجي كل ده يروح على الارض في الشوط الثاني بالاداء السيء للمنتخب العراقي. المنتخب العراقي وقع بدنيا جدا، النرويج افضل بدنيا بكتير، عرفت تمسك مجريات الماتش، عرفوا يستغلوا الفرص، وده كان الاهم في النتيجه دي، لان المنتخب العراقي وصل كتير جدا للجون وهدد باكتر من كوره. للاسف سوء دفاع المنتخب العراقي كلفهم جونين، غلطه جت لايرلينج هالاند خلصها وغلطه ثانيه بهدف عكسي. بجد والله انا زعلت على العراق، يعني كانوا كويسين، يعني المنتخب العراقي فعلا النهارده لعب شوط اول كويس قوي، في فتره من الفترات كان احسن من النرويج في الماتش. النتيجه دي ما تعكسش اللي حصل، والله ملهاش اي علاقه
المنتخب اللي حصل هو اللي حصل كله سرحان او عدم ايمان بالنفس. حسيت نوعا ما حتى في كلام المعلق العراقي ان العراق مش مهتمه للماتش اكتر ما هي مهتمه بحضورها في كاس العالم. انجازنا كعرب مش بس ان احنا نحضر كاس العالم، انجازنا ان احنا نصنع الفرق ونقدر ان احنا نغلب المنتخبات اللي اقوى مننا. ودي حاجه بصراحه النهارده هي غابت عن المنتخب العراقي، بالرغم ان هم كانوا عندهم روح وكانوا عندهم شكل كويس في الشوط الاول، كانوا ممكن يعكسوه في الشوط الثاني ويكسبوا الماتش. وبرده مش عايز احمل لعيبه العراق واقول ان اللعيبه خسرت ماتش كانت ممكن ان هي تكسبه، لان المجموعه كلها صعبه. مجموعه العراق ما هي الا فرنسا والسنغال والنرويج، انت خسرت من النرويج فلازم تكسب فرنسا او السنغال، وده شيء صعب بصراحه. برضه لك للمنتخب العراقي وللشعب العراقي القوي بصراحه، ما كنتش اتمنى ان اشوف النتيجه دي بصراحه. يعني اقصى حاجه كنت اتمنى ان اشوف ان العراق بيخسر 2-1 مش 4، بس كل التوفيق للعراق في اللي جاي. اتمنى يعملوا حاجه الماتش الجاي ويقدروا ان هم يكسبوا. بتقول ايه الماتش الجاي فرنسا؟ طب طريق السلام. انا بقى سلام عليكم. سلام عليكم. شوط اول عراقي، شوط ثاني نرويجي، ولكن منتخبنا بالشوط الثاني انهار بدنيا. الشوط الاول اللي كنا متفوقين به بسبب هاي اللقطه طلعنا بالشوط الاول متاخرين بالنتيجه، وهذا الشيء اثر على لاعبينا. برافو لاعبينا، ماكو واحد قصر اليوم انا الوم المدرب رغم حبي واحترامي لمدرب منتخبنا الوطني جراهام ارنولد، بس انت اليوم بسببك الخساره. انا الصراحه ما الوم جلال، لان خطه لعب منتخبنا اليوم كانت محتاجه احمد باسل وليس جلال حسن. اليوم كانت خطتنا هي بناء من الخلف، واحمد باسل جيد جدا بالقدم، جلال حسن انطيه كره وشوت، صراحه ضعيف بالقدم. فانت ورطت هاي الورطه يا المحنك يا الخبير يا جراهام ارنولد. وبعد شغله ودا خطا بيها جراهام ارنولد، دخل ميمي متاخر. عندك مهاجم جيد مثل ميمي، انت بلعنا الثالث بعدين دخلته. بايش تاخر يلا طلع. بايش قدم مستوى جيد اليوم، بس تعب بالاخير. هالاند شاله ودق بالقاع. هارد لك منتخبنا، فخورين جدا بيكم ورفعتوا راسنا، وان شاء الله القادم افضل. الجون الرابع للنرويج يعني في الدقيقه الاخيره من الوقت بدل الضايع. انا مش عارف الدول الاسكندنافيه عايز ايه من الدول العربيه. السويد رزعت تونس 5-1، النرويج بترزع العراق 4-1. ويعني العراق الشوط الاول كان يعني فيه يعني يجي طبعا الجون الثاني بتاع هالاند ده غلطه غريبه يعني المفروض ما تحصلش يعني. جه الشوط الثاني لا العراق نامت خالص، والبدني بتاعها قدام النرويج وقع، والنرويج على راي عصام الشوالي بيقول لك يبقى الحصان الاسود للبطوله يعني. لا منتخب مفتري يا جماعه يعني، والعيال ما شاء الله فايكنج فعلا يعني. فهارد لك للعراق، اتمنى ان هم النهارده يقدموا ماتش كبير، لان قدامهم بعد كده السنغال وفرنسا، وشفنا فرنسا مسكت السنغال 3-1، امبابي كان اون فاير يعني. فهارد لك للعراق، وتتعوض بقى نشوف قدام السنغال وفرنسا يعملوا ايه، بس الوضع مش مبشر خالص يعني. سيبك من الخساره والنتيجه، وبجد يا بخت جماهير العراق بمنتخبهم، لان فعلا اللعيبه ما قصرتش وعملوا اللي عليهم وزياده، والماتش فتح بالطريقه دي بسبب تفاصيل صغيره. ويا بختكم برضو لان انتوا عندكم مهاجم اسمه ايمن حسين هالاند العرب على راي كابتن عصام الشوالي، مهاجم بصراحه جامد جدا وفي الرأسيات مش طبيعي، وده اول لعيب يسجل لمنتخب العراق في كاس العالم من ساعه كاس العالم 1986 اللي جاب الهدف وقتها احمد راضي. منتخب العراق في الشوط الاول كان بادئ بشكل كويس جدا، تكتيكيا كان واقف منظم، ضغطهم كان فعال جدا وعملوا فرص خطيره كتير، وبدنيا كانوا قادرين يجاروا لعيبه النرويج، لعيبه بدنيا اقوياء جدا. علي الحمادي قدم ماتش كويس جدا، لكن للاسف ضيع فرصتين سهلين قوي كان ممكن يغيروا الماتش تماما. والجبهه الشمال بتاعت منتخب العراق كانت قويه جدا تحديدا من عند جاسم، وبعد ما خرج المنتخب وقع تماما. واللي كان بيساعده اكتر كمان الباك الشمال دوسكي اللي قدم ماتش دفاعيا كويس جدا، اخفى سورلوس معظم الوقت. ممكن تكون مشكلتي مع منتخب العراق في الشوط الاول هي ان قلوب الدفاع ما كانوش افضل حاجه، لان هم كانوا متوترين، وده طبيعي ان انت بتلاعب هالاند وسورلوس، وفي لعيب تاني اسمه نوسا لعيب جامد جدا بيلعب في لايبزيج. وهنا برضه لازم نتكلم على الباك اليمين حسين علي اللي معظم الوقت كان قادر يسد قصاد نوسا. هو ده بالنسبه لي كان نقطه التحول في الماتش، لولا الهدف ده منتخب العراق كان ممكن يعمل حاجه وما كانش يطلع خسران من الماتش ده. ومن النقط الضعف اللي عند منتخب العراق هي التغييرات، الدكه البودله مش اقوياء زي اللعيبه الاساسيه، البودله وقعوا الفريق اكتر، زائد كمان ان منتخب العراق وقع بدنيا جامد في الشوط الثاني. العماري برضو قدم ماتش كويس، كان رمانه الميزان كده في نص الملعب، ومعاه بايش برضو قدم ماتش جامد. فجماهير العراق ما تتضايقش، انت حرفيا في مجموعه الموت، وانت عملت عليكم زياده في الماتش ده. هارد لك لمنتخب العراق، مباراة والله العظيم بالنسبة لي كانت مفاجأة كبيرة. منتخب العراق منتخب مميز جدا، ينقصه بس بعض الخبرات. النهارده الشوط الأول كان عامل ملحمة على منتخب النرويج، بل كان أقرب للتسجيل مرة واثنين وثلاثة، وراح فرصة واثنين وثلاثة، وفي الشوط الثاني برضو راح فرصة واثنين، ولكن خبرات وعدم التوفيق. ولكن لسه حلم المونديال، لسه قدامهم ماتش مع فرنسا، ماتش مع السنغال. شفنا مفاجآت كتير في كاس العالم، تونس كاس العالم اللي فاتت
انتصرت على فرنسا تقدر تقدم مستويات كويسة، تقدر تقدم وتخطف قدام السنغال. والله انا شايف المنتخب على عكس اللي كان بيتقال ان هو المنتخب اللي هيبقى الحصالة ويخسر كتير، لا المنتخب كويس جدا، منتخب مبشر، في بعض الخبرات ونواقص شوية في الدفاع وخصوصا في حراسة المرمى، ولكن الهجوم أيمن حسين أسطورة المنتخب العراقي، أيمن حسين اللي صعد المنتخب العراقي، أيمن حسين اللي بيسجل تاني هدف في تاريخ العراق في كأس العالم، أسطورة تاريخية للمنتخب العراقي. أيمن حسين قصة كفاح كبيرة، راجل ده مش طبيعي لازم يخلد في تاريخ المنتخب العراقي. للاسف يا اخوان العراق تخسر بالاربعه من النرويج بعد ما قدموا شوط اول كان تاريخي وكان بالامكان افضل مما كان، بس هذا متفلت يا عيال، والله متفلت، سجل هدفين وصنع هدف، وهذا كان الهدف الاول للنرويج وهذا كان هدف التعادل للعراق بارتقاء. شيخ ايش تقول عنه؟ ايش تقول عن ايمن حسين؟ ما شاء الله تبارك الله. رجع هالاند يا اخوان وسجل الثاني قبل نهايه الشوط الاول، والى منتصف الشوط الثاني يا عيال العراق كان واقف في الملعب، العراق كان قادر يرجع المباراة ويتعادل، لكن للأسف النرويج سجل الثالث وبخطأ غريب من الحارس يا عيال النرويج خلصها بالأربعة. صعبت يا عراق، والله صعبت، النرويج كان أسهل خصم لك في المجموعة. الآن العراق باقي له السنغال وباقي له فرنسا، صعبة لكن ليست مستحيلة. بالتوفيق للعراق وكل المنتخبات العربية، إضافة لك يا إخوان، صلوا على النبي سلام عليكم. أنا كل ما بقرر إن أنا أفتح الكاميرا في أي حاجة تخص منتخب عربي لازم يلبس جون، يعني 4-1 للمنتخب النرويجي في مباراة اعتقد ان المنتخب العراقي يعني شفنا 5 من المنتخب التونسي قصاد السويد وشفنا 4 للمنتخب العراقي قصاد النرويج، بس قصتين مختلفين تماما وحكايتين مختلفين تماما وافكار مختلفة تماما وحسرة مختلفة تماما، لان المنتخب العراقي حاول والمنتخب العراقي صنع فرص، المنتخب العراقي راح على المرمى، المنتخب العراقي جرب اكتر من مرة ان هو يوصل لمناطق الخطورة، بس سبحان الله يعني ما قدر الله ما شاء فعل. يعني اللي هو ما عارف انت بتتخانق على لمسه اليد، انت بتتخانق على لمسه، وكنا بنتخانق على الفاول بتاع الجون الثالث اللي هو ان هالاند زق ابراهيم بايش وبتاع ولا لا هي فيها يا باشا، فيها عارف انت فيها حته اللي انت قلتها ده معتصم يا جماعه، فيها الحته اللي انت قلتها بتاعت مشي اللعب اللي هو ايه ما تعطلش يابا مشي اللعب. الفيفا عنده هيك زي توصيات، يلا اي مشي خلي الاهداف تتسجل. ما اللي هو ما واضح ان التعليمات اللي هو ربنا يسهلها مشي والاجوان عماله تتحسب بالزوفه، بس يعني كان في امل بالنسبه للمنتخب العراقي النهارده، لكن التحديات الجايه صعبه سواء قصاد السنغال او قصاد فرنسا، احنا عارفين ان الموضوع قاسي جدا يعني. فاستنوا ان شاء الله الحلقه النهارده، برنامج قهوه مرتده على منصه العربي بلس، هنحكي في كل حاجه، ربنا يستر بقى في ماتش الجزائر والارجنتين وما بعد. أحزننا جدا هزيمة العراق اليوم 4-1، يعني أنا كان نفسي العراق تعمل حاجة، كانت ممكن بعد ما جابت الهدف تكمل، لكن للأسف جابوا هدف تاني وتالت ورابع واتهزمت 4-1. طبعا يعني إن شاء الله العراق تعمل حاجة في المباراتين الجايين، بس كان العراق شكلها مش أحسن. لو وصلت معنا لغاية هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديدة مننا، والسلام.